صباحك مليان بالخير والنعمة. في سفر العدد أصحاح 21 عدد 16 و17 قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر، أجيبوا لها، يعني غنوا لها. أنا وقفت قدام الآية دي. الرب بينادي النهاردة، بيقول اجمع الشعب فأعطيهم ماء. وأنا بصلي في هذا الصباح بكلمة الرب وحاسس في روحي أن الرب بيجمع شعبه وبيقول لهم في ماء. لو أنت في برية وفي وقت صعب جدا وبعد حادثة كانت صعبة عدوا فيها في أصحاح 21 الحياة المحرقة، فبيقول لهم أنا عارف أنكم أنتم عطشانين، أنا عارف أنكم أنتم تعبانين، اجمعوا الشعب في مية، أنا هعطيكم ماء. والشعب لما عرف وسمع وشاف وشرب فقال كلمات ترنيمة رائعة جدا. أنا نفسي النهاردة تقولها وتعلنها بالإيمان: اصعدي أيتها البئر، غنوا لها. لو البئر بتاعتك الوقت اللي فاتت اتضمرت أو جفت أو نشفت، اعلن الكلمات دي، لأن الرب بيدعوك مع شعبه في هذا الصباح. اصعدي أيتها البئر لترتفع المياه، ترتفع مياه الفرح، ترتفع مياه النصرة، ترتفع مياه الابتهاج، ترتفع مياه الحضور الإلهي، ترتفع المياه. هللويا! استقبلها معايا يا شعب الرب. يلا ننادي البعض، يلا ننادي النهاردة في مية، ترتفع المياه في هذا الصباح. استقبل كده، الرب بيجمع الشعب النهاردة. أدعوك في اسم الرب يسوع، غني معايا، غني معايا وقول كده: اصعدي أيتها البئر، ارتفعي أيتها المياه. هللويا! كل وقت جفاف انتهى، كل وقت عطش انتهى، كل وقت نحيب، بكى، يأس، فشل، اعلن كده وقول انتهى. اصعدي أيتها البئر، ارتفعي أيتها المياه. اعلنها من فضلك واستقبلها مع يومك النهاردة. مع كل ساعة هتعدي في اليوم ده تصعد المياه، ترتفع في اسم الرب يسوع. هللويا! أمين. الرب يبارككم.